ما غاديش نقول لكم شجعوني ولا دخلوا عندي. انا بارك عليا غير يكونوا عندي ناس غير شويه هكا محسوبين، ويكونوا طايقين فيا، ويكونوا كيبغيوني. احسن ليا من انه تكون لي فيديو ديالي كيشوفوهم بزاف ديال الناس ولكن بعاد عليا. بسم الله على بركة الله. كما كتعرفوا في هذه الحياة الفرص ما كيجيوش جوج المرات، وهذه الفرصة ديال التسوية الجماعية أنا كنشوفها من بين أحسن الفرص اللي تقدر تجي للإنسان باش أنه يسوي الوضعية القانونية ديالو هنايا في إسبانيا ولا في أوروبا بصفة عامة، ومن بعد يقدر يمشي لأي دولة بغا ويخدم فيها. ياك داكشي علاش غادي نحاول واختاريت انني نبقى ندير فيديوهات هنايا في يوتيوب طوالين، كيكونوا طوالين على انستغرام باش كنقدر نعبر في راحتي، كنقدر نهضروا على شحال من حاجه، كنقدروا نهضروا على الموضوع كامل، ماشي مثلا غير دقيقه ولا جوج في انستغرام، باش انه ما يجي حتى ما بقى والو. حنا دابا راحنا في الاخر ديال شهر جوج، ما يجي فين يوصل شهر، يعني بحال اللي باقيين شهر واحد، ما يجي فين يوصل شهر 4 حتى انه كل شيء يكون عنده المعلومه، كل شيء يكون مقاد الدوسي ديالو، كل شيء يكون شاد الدوسي ديالو هكا في يدو وكيتسنى غير النهار ديال الدفع. انا حاولت نامبريمي هنايا المسوده عندي بالعربيه وعندي حتى بالصبليونيه، غادي نحاولوا نشرحوها باللغتين وغادي نركزوا على العربيه باش ما يبقى حتى شي لبس ولا شي حاجه ولا شي غموض ولا شي ضبابه، باش انه الناس كاملين يفهموا شنو كاين، شكون الناس اللي يمكن ليها الدفع، شكون الناس اللي ما يمكنش ليها الدفع، والناس اللي ما يمكنش ليها الدفع واش خصها دير شي حاجه باش يولي يمكن ليها الدفع. وغادي نهضروا حتى على الناس ان شاء الله ديال الطرد، حتى على شنو الوريقات اللي خاص، شنو الحوايج اللي نوجدوهم على بكري، وكل شيء المهم كل شيء غادي نهضروا عليه في هذه القناه ان شاء الله، وفي هذا الفيديو ان شاء الله. انا كنقرا لكم هذا الشيء من المسوده اللي امبريميتها باللغه العربيه. شكون الناس اللي يمكن لهم يدفعوا لهذه التسويه؟ اثبات الاقامه المستمره لمده 5 أشهر على الاقل. الحاجه اللي عجبتني صراحه بزاف في هذه المسوده هذه هو انه من قبل كانوا قالوا انه الناس مثلا اللي عندهم 5 شهور واللي دخلوا قبل 31 ديسمبر 2025 عندهم الحق يدفعوا، ولكن واحد الجمله اللي جات في هذه المسوده الثانيه اللي هي بدلت بزاف الحوايج، واللي هي غادي تفتح الفرصه على الاف ديال المهاجرين الاخرين انهم يستافدوا، هو انهم اللي دخلوا لاسبانيا مثلا قبل من 31 دجنبر 2025 وما كملوش 5 شهور، عاد غادي يكملوها مثلا ما بين مثلا ابريل ولا ماي ولا يونيو، حتى هما غادي يقدروا يدفعوا. يعني الا انت دخلتي قبل من 31 قبل من راس العام ديال 2025 ولكن غادي تكمل مثلا 5 شهور، حتى في هاد الشهور هادو حنا دابا في شهر جوج مثلا عندك شهرين، سير للطبيب، سير لهنا، صيفط فلوس، سير للمكتبه، دير بروفات هنا، دير بروفات هنا، باش ان شاء الله ما يجي فين يوصل تكون كتلعب ما بين مثلا ابريل ماي يونيو. يعني ملي تكمل الخمس شهور ديالك ديك الساعه غادي تقدم الطلب ديالك بحالك بحال الناس اللي ديجا عندهم 5 شهور قبل. يعني الاستمراريه، سواء دخلتي قبل من 31 ديسمبر وكملتيها، سواء دخلتي مثلا في 31 ديسمبر وما غادي تكملها حتى ما بين ابريل ويونيو. فهمتوا كيفاش؟ الشرط الثاني، الشرط الاول كيف ما قلت لكم هو الاقامه المستمره، يعني ما تكونش متقطعه، اللي غادي تقدم واحد الدلائل ولا بروفات كيدلوا على انك عندك واحد الاقامه مستمره في اسبانيا، ما يكونش عندك سجل جنائي، وما يكونش عندك مشكل في البلد الاصلي، سواء المغرب، الجزائر، تونس او اي دوله انت فيها، ما يكونش عندك فيها مشكل. هذا الشيء اللي كتبينه حسن السيره ولا شهاده السجل العدلي بالنسبه للناس اللي كيطلبوا لهم شهاده السجل العدلي، حيت كيف ما قلت لكم من قبل احنا كنجيبوا حسن السيره في الاشياء البديهيه. يعني انا انسان غيمشي غيدفع بحسن السيره، الا تطلب منك السجل العدلي غتجيب السجل العدلي ديال المحكمه، ولكن انت عارف راسك ما عندك حتى شي حاجه، ما متابعش، ما عندك حتى شي مشكل، غادي تجيب حسن السيره. بالنسبه للشرط الثالث باش انك تدفع التسويه، عدم منعه من دخول اسبانيا، وهو اللي كنقولوا عليها باللغه العاميه ديالنا ما يكونش عندك الطرد، ما يكونش عندك الطرد ديال اسبانيا ولا الكيت. خلاص الا كان عندك الطعن غادي تدفع داك الطعن ديال انه داك الطعن اللي كنتي درتي في القرار ديال الطرد. الا ما كانش عندك الطرد، الا ما كانش عندك الطعن في القرار ديال الطرد، غادي تمشي وغادي تشوف محامي في هذه القضيه باش ماشي تبقى مربع يدك بحال هكا تقول لا انا ما غاديش ندفع، انا عندي الطرد ما عنديش ندفع. راه كاين حلول. كل شيء كيغلط، كل شيء، اي حاجه في الدنيا عندها حل. عندك الطرد غتمشي غتسول المحامي الاول، المحامي الثاني، غتقلب غتشوف كيفاش تقدر تحيد وتشوف كيفاش دير الطعن وتدفع هذاك الطعن في الدوسي ديالك، زائد تخلص الرسوم الاداريه اللي هي كنقولوا ليها الطاسه ديالك. بخصوص هنا كاتبين بالاضافه الى المتطلبات العامه يجب عليك استيفاء واحد على الاقل من هذه المتطلبات. وهذا هو الفيديو اللي بزاف قالوا لي لا علاش لا كتقولي هكا، لا الهضره منين جبتيها، ها هي منين جبتها، ومازال
كنسطر عليها بثلاثه ديال السطوره اللي هي وضعيه الهشاشه، ولكن كاينه واحد الحاجه زوينه بزاف. بالاضافه الى المتطلبات العامه يجب عليك استيفاء واحد على الاقل من هذه المتطلبات، يعني ماشي كاملين، غير واحد على الاقل. سبق لك العمل في اسبانيا او تقديم عقد عمل، العيش مع الاسره او الاطفال في المدرسه، التواجد في وضعيه هشاشه. ولكن شنو قال لك سيفترض ان اي شخص في وضع اداري غير نظامي يكون في وضع ضعيف او وضع هش. يعني انسان ما عندوش الوراق في وضع غير قانوني اوتوماتيكمون غادي يتصنف راه هو انسان في وضعيه هشاشه، يعني بدون ما يحتاج انه يقدم تقرير يثبت على انه انسان هش ولا انه انسان في وضعيه هشاشه. يعني هذه كيف ما كنقولوها وكنعاودوا لحد الان هذا الشيء باقي غير بروفيزيونال، غير شكلي، مازال ما طبقش، ولكن غادي يكون منه شويه كشويه هكا ان شاء الله ملي غادي تخرج في الجريده الرسميه. ولكن هذه الحاجه المزيانه هو انه يعتبر كل من في وضعيه غير قانونيه ووضعيه غير نظاميه انه يعتبر اوتوماتيكمون انسان في وضعيه هشاشه، ويصنف على انه انسان في وضعيه هشاشه. وهذا يلغي تقديم التقرير الذي يثبت انك في وضعيه هشاشه. الموضوع المهم كما كتعرفوا انه في اسبانيا الاغلبيه ديال الناس اللي كاينين هنايا جزء كبير منهم كيكونوا عائلات مع وليداتهم الله يحفظهم. دونك هذا الموضوع هذا كيهم بزاف ديال الناس. ماذا سيحدث للعائله؟ الاطفال الاكبر سنا او ذوي الاعاقه او الاطفال القاصرين يمكنهم التقدم بطلب الحصول على الاقامه في نفس الوقت الذي يتقدم فيه الشخص البالغ في كلا الاتجاهين. ماذا يعني هذا؟ يعني انه الاطفال القاصرين يمكنهم التقدم بطلب الحصول على الوراق بحال الاباء، ولكن الحاجه المزيانه في هذا الشيء كامل واللي غادي تكونوا عارفينها كاملين هو انه 5 سنين، على عكس الاشخاص البالغين اللي هي سنه واحده. بالنسبه للاطفال القاصرين اللي قل من 18 عام عندهم اقامه، كيستافدوا من الاقامه ديال 5 سنوات. وواحد النقطه اللي مهمه بزاف اللي كنت ديجا هضرت عليها وغادي نعاود ناكد عليها باش نعاود نسطر عاوتاني عليها بجوج ديال السطوره بكل صراحه باش بلا ما نكذبوا. هنا الاغلبيه ديال الناس اللي كاينين هنايا كنلقاو الام مع الاطفال ديالها، والاب كتلقاه هي في المغرب يا في شي دوله اخرى. دونك في هذه الحاله باش ان الام تدفع الوليدات ديالها ويستافدوا من الاقامه لمده 5 سنوات كيف ما هو منصوص عليه في المسوده حاليا، خصها الموافقه ديال داك الاب الغائب ولا الطرف الغائب، والعكس صحيح. واخا هذه حالات نادره اللي كنلقاو الاب وحده هنايا مع الاطفال بدون ام، ولكن حتى هو خصو الموافقه ديال الطرف الاخر اللي هي بودير نوتاريال. هضرت عليها في الفيديو اللي قبل وغادي نعاود نشد عليها دابا بواحد جوج سطوره. بودير نوتاريال اللي كتكون موافقه عدليه كدار عند النوطير وكيدار ليها لابوستيل كاي وثيقه تسلم للترجمه في الخارج، حيت لابوستيل كاينه اللي كيقول لك لابوستيل كيمشي مع حزن السيره. لابوستيل راه كيدار لاي وثيقه كتبغي تدفعها في الخارج المغرب، كيدير ليها لابوستيل باش انك تديها لديك الدوله ودير ليها الترجمه. دونك في هذه الحاله هذه خص مثلا الا كانت الام هنايا مع الوليد ديالها ولا البنيه ديالها، خص الاب الا كان في المغرب يمشي عند النوطير ويدير لها موافقه عدليه ويمشي يترجمها ويمشي يدير لها لابوستيل ويصيفطها هنايا وترجم هنايا في اسبانيا. وهذيك الموافقه خاص تدفعها معها نهار اللي غتبغي تدفع الوريقات الوليد ولا البنيه ديالها من خلال نموذج رسمي في السجلات الرسميه او المكاتب المعتمده. تتم معالجه الطلبات على اساس الاولويه. هذه نقطه مهمه بزاف. شنو بغاو يقولوا لنا هنايا؟ بغاو يقولوا لنا على انه الطلبات كتعالج ولا زعما كيجاوبوا على حسب الاولويه، ولكن خلاو مفتوحه، خلاو قوس. واش كيقصدوا الاولويه ديال شكون اللي غيدفع الاول، ولا كيقصدوا الاولويه ديال شكون اللي اولى؟ يعني شكون اللي جا لاسبانيا قبل من الاخر؟ مثلا واحد اللي عنده تاريخ مثلا قبل، عنده دخل قبل مثلا ديسمبر، وواحد دخل قبل نوفمبر، يعني راه غيجاوبوا نوفمبر قبل ديسمبر. ولا كيقصدوا بها الاولويه ديال واحد دفع مثلا في ابريل وواحد دفع في يونيو، واش غيجاوبوا الاول ديال ابريل ولا ديال يونيو؟ المهم لحد الان مازال ما بانش شنو كاين، مازال هادشي مضبب. هادشي اللي كتبوا تتم معالجه الطلبات على اساس الاولويه. اولويه ماذا؟ مازال ما تحددش اولويه ماذا حتى ان شاء الله تخرج في الجريده الرسميه. عاد غادي يحاولوا يشرحوا هذا الموضوع اكثر ويحاولوا يوضحوا هذه النقطه بالضبط، حيت كاتبين تتم معالجه الطلبات على اساس الاولويه. اولويه ماذا هي اللي قلت لكم مازال ما تحددش. اخبار زوينه في هذا الشيء. ترخيص مؤقت. من لحظه قبول الطلب يمكن للمرء ان يقيم بشكل قانوني ويمكنه العمل لدى شخص اخر
وفقا للقانون، وكذلك العاملين لحسابهم الخاص. يعني كنقصدوا هنايا الناس اللي باغيين يديروا بروجيات راسهم في جميع انحاء اسبانيا وفي اي قطاع. يعني من بعد ان شاء الله ما كتدفعوا الطلب ديالكم على حسب ما كانوا قالوا في واحد كنت شفت واحد المرسوم على انه قالوا انه ان فوا غادي تخرج انتراميتي عندكم الحق انكم تخدموا ولا تمارسوا شي خدمه لحسابكم الخاص، يعني تكونوا ديروا شي حاجه لراسكم ولا تخدموا في اي قطاع وفي جميع انحاء اسبانيا، يعني وحتى تسافروا وحتى تنقلوا بكل اريحيه، يعني بحالكم بحال الناس اللي في وضعيه اللي هي نظاميه وفي وضعيه قانونيه. هذه هي الحاجه المزيانه، حيت كيف ما عارفين كيتعطلوا بزاف باش كيجاوبوا، وبزاف ناس كيبقاو هازين الهم وصافي انا دفعت غادي نبقى جالسه هنا ومربعه يدي بلا خدمه بلا والو، امتى غيجاوبوني؟ لا، ان شاء الله يا ربي في هذه التسويه الجماعيه ان فوا غطلع انتراميت اللي هي ما غتعداش 15 يوم باش انها غادي تطلع، فصافي تقدر. حاجه وحده اللي ما غاديش تقدر دير هو انك ما تمشيش للمغرب، صافي هادشي اللي كاين. البلاد والوالدين حتى ان شاء الله يخرجوا الوريقات، ولكن العيش بكل حريه داخل التراب الاسباني والعمل والتنقل داخل التراب الاسباني فهو ممكن وممكن جدا. والحمد لله هذه حاجه اللي مزيانه وحاجه اللي كتفرح. كتبقى غير داك النقطه ديال الوالدين والمغرب وهذه، هذيك من ان شاء الله كيخرجوا الوريقات وكتمشي وكتبصم وكتهز الوريقات ديالك، فديك الساعه يفتح لك الباب اللي كيبقى مغلق، يعني كيتفتحوا ملي كتدفع كيتفتحوا واحد البيبان، كيبقى واحد البويب اللي هي ان شاء الله ما هي الا واحد الوقيت ان شاء الله، ويتحل داك الباب ان شاء الله يا ربي. ملي كتدفعوا وكيتقبل لكم الطلب ديال التسويه الجماعيه، الاقامه والاوراق كيتخادوا ديال عام. بزاف الناس كيقول لك لا غيعطيونا ديال 4 سنين، لا غيعطيونا ديال 5 سنين، لا غيعطيونا ديال 20 عام. كيتعطى اوراق ديال عام واحد فقط. بالنسبه للناس اللي كياخذوا 5 سنين هما الدراري الصغار القاصرين اللي قل من 18 عام كياخذوا اقامه، تصريح الاقامه لمده 5 سنوات. وبالنسبه للكبار والبالغين كياخذوا اقامه لمده سنه قابله للتجديد بشروط. ولكن داكشي كيبقى كيقول لك صعيبه غير البديه، يعني ان الانسان غياخذ العام فغتجي العامين وغتجي 4 سنين وغتجي 10 سنين وغتجي ان شاء الله الجنسيه، فصعيبه غير البديه. غير ديك الدفعه الاولى بحال هكا هي اللي صعيبه. دونك ان شاء الله ياخذ الانسان هاد الوريقات ديال العام في التسويه الجماعيه، من بعد غتحل بيبان وبيبان، حيت من بعد كيمشي كينفتح على سوق الشغل، صافي كيدخل الميدان وكيدخل الحياه. وديك الساعه كيقلب على الطرف ديال الخبز، كل واحد كيفاش كيقلب عليه، ويقدر ديك الساعه يبدل الوريقات ديالو، يقدر ان شاء الله ياخذ الوريقات ديال 5 سنين، يقدر كاع يبدل اسبانيا. يعني صعيبه غير البديه اللي هي في هذه التسويه الجماعيه ان شاء الله غادي تفتحوا البيبان، ومن بعد راه الانسان غادي يقلب على راسو. هنايا في الصفحه الاخرى حاطين الاسئله الرئيسيه، يعني الاسئله اللي الناس كيسولوها بزاف هما كاتبينها هنايا وحاطين لتحت الاجوبه ديالها. كاتبين هل يمكنني العمل أثناء انتظار حل المشكلة؟ الجواب هو نعم، من لحظة قبول طلب للمعالجة يمكنك العمل والتنقل بكل أريحية داخل التراب الإسباني. سؤال ثاني، هل هذه العملية التنظيمية تلقائية؟ الجواب هو لا، عليك تقديم طلب واستيفاء شروط. شنو هو هذا السؤال هذا؟ بزاف ناس ما غيفهموش. هل هذه العملية تلقائية؟ يعني صافي راه اي واحد في اسبانيا راه غادي ياخذ الوراق بلا ما يحتاج انه يدير شي حاجه، يعني انت جالس في الدار بحال هكا متكي كتفرج غادي يجيو غيقول لك هاك ها هو تصريح الاقامه ديالك ديال عام. لا، بل عليك تقديم طلب واستيفاء الشروط اللي هي ذكرنا قبل. تقديم طلب، تمشي تحط الدوسي ديالك وتكون مكمل الشروط، يعني اعمل وتوكل، ماشي جلس وحلم وصافي التسويه غادي تطبق على كل شيء، غتنزل من السما بحال الشتا غطيح على كل شيء. لا، وجري يا صاحبي جري ليها، فهمتي؟ قلب. سؤال ثالث، هل هي لمدة عام واحد فقط؟ الجواب تكون مدة التصريح الأولي سنة واحدة، وبعدها يمكنك اتباع الإجراءات القياسية للوائح الهجرة. أما في حالة الأطفال القاصرين أو ذوي الإعاقة فتكون مدة التصريح 5 سنوات. كيف ما هضرنا من قبل أن تصريح الإقامة والعمل أو بطاقة الإقامة والعمل تكون صالحة لمدة سنة واحدة بالنسبة للأشخاص البالغين والأشخاص العاديين جدا. أما بالنسبة لأطفالهم القاصرين فيمنح لهم الإقامة لمدة 5 سنوات. ولكن بالنسبة للأشخاص البالغين تلك الإقامة لمدة سنة واحدة فهي قابلة للتجديد بشروط. يعني كيف ما ذكرت من قبل صعيبه غير البديه، فمن بعد ان شاء الله ملي كتجي هاد الاقامه لمده سنه والانسان كينفتح على سوق الشغل فيقدر ديك الساعه يبدل الوريقات ديالو بكل اريحيه
وبكل سهوله. فصعيبه غير البديه، والخطوه الاولى هي اللي كتكون صعيبه. وهذا الشيء اللي كاين. كنتمنى انني نكون هضرت زعما ماسو مينوس على النقط او العوارض الكبيره. دابا غادي يبقى لينا باش ما يجيش الفيديو طويل، غادي يبقى لينا النقط ولا هذوك لي ديتاي الصغارين وهذوك ما وراء السطور ان شاء الله غادي نهضروا عليهم في الفيديو ان شاء الله الجاي. خليوا لي بزاف ديال القلوبه بيض، خليوا لي الحب ديالكم في التعاليق. الله يسخر الامور. خليوا لي الاسئله ديالكم اللي بغيتونا ان شاء الله نجاوبوا عليها. انا مازال عندي هنايا واحد البي دي اف اخر غادي نحاول حتى هو بالعربيه. من غير هذا غادي نحاول حتى هو ندير لكم فيديوهات اخرين ونشرحوا لكم. وهادشي اللي كاين. قبلوا عليا، ما تنساوش انه اول فيديو ليا على يوتيوب، يعني ضروري لا حسيتوا بشويه ديال المهم. واخا انا صراحه ما متوتراش حيت مولفه عليكم في انستغرام، بحال اللي كنحس بحال اللي راكم جالسين معايا هكا في الصالون وداكشي وكنهضر معاكم، يعني داكشي علاش كنهضر هكا ما متوتراش. وهادشي اللي كاين. الله يسخر الامور. وكنصور لكم هذا الفيديو بالليل، غادي نوض دابا باش نتسحر. وكنتمنى تبقاو على خير، كنتمنى ربي يسهل عليكم في هاد العواشر، كنتمنى من الله تقادوا الامور ديالكم وتمشيو تشوفوا والديكم، وان شاء الله يا ربي كلشي يدوز مزيان. واللي نيتو زوينه راه ربي كيفيض خميرته، ربي كيعطيه من حيث لا يحتسب. والله ديما اللي نيتو زوينه كيربح، مهما تعددت خسائره ومهما تعددت الضرب ديالو ومهما تعددت، واخا يكون ظهرو عامر بالضرابي وعامر ما نعرف شنو، ربي راه كيفتحها. راه كيف ما كنقول لكم ديما، راه كتظلم 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 بحال هكا، كتظلم وكيجي الضو. يعني راه ربي كبير. وان شاء الله هاد التسويه الجماعيه ما هي الا واحد النقطه من النقط ديال الحياه اللي غادي تفتح الانسان واحد الباب من بزاف ديال البيبان. الحياه نتوما عارفين فيها بزاف ديال البيبان، هذا غير واحد الباب اللي غادي يفتح على الانسان باش انه ينفتح على العالم الخارجي، وباش تمشيو تشوفوا والديكم اللي هي اهم حاجه في هذه الحياه كامله، هما الوالدين. هذه راه بدون النقاش، هذه ما نهضروش عليها. الله يسخر لكم، الله يسهل عليكم. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلوبكم، ما كنبغيش يجي الفيديو طويل باش ما تملوش مني. خليو لي قلوب بيضين بزاف ديال الحب. باي باي.